بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أصدقائي الأعزاء، يا مساء الفل على حضراتكم. عندي ثقة كبيرة جدا إن وفد الزمالك اللي موجود في المغرب النهاردة هينهي أزمة عبد الحميد معالي بشكل سلس زي ما انتهت أزمة صلاح مصدق. وده ليه؟ لأنه على رأس الوفد ده واحد زملكاوي، زي ما بيقولوا زملكاوي حمى أو زملكاوي درجة 10 مش درجة تالتة. هو شريف صفوت. المسؤول عن الملف ده انا يعني اعرف شخصيا قد ايه هو شغوف بالزمالك وبقضايا الزمالك، حتى من قبل ما يبقى موجود كراجل مسؤول في النادي. يمكن هو طبعا اتعين في عهد المجلس الحالي، لكن ده لا يمنع انه لما حد بيعمل حاجه كويسه، مجلس سابق، مجلس حالي، مجلس قادم، دي مش قضيتنا ومش مشكلتنا. القضيه الرئيسيه هي نادي الزمالك. اللي يقدر يخدم نادي الزمالك من اي مكان يستحق كل الدعم. فانا الحقيقه بدعم شريف صفوت جدا وعبد الرحمن اسماعيل مدير التعاقدات، واللي بيتواجدوا النهارده في مدينه طنجه المغربيه. بيتحولوا من العاصمه الى مدينه طنجه اللي موجود فيها اتحاد طنجة اللي كان بينتمي ليه عبد الحميد معالي اللاعب، والنادي اللي خرجت منه تصريحات غاضبة جدا جدا ضد وفد الزمالك لما تعاملوا مع صلاح مصدق وتجاهلوا عبد الحميد معالي. لكن طبعا الناس هتوضح ان الصورة بالنسبة لهم ستيب باي ستيب. كان لازم نقفل ملف عبد الحميد صلاح مصدق لانه عنده حكم نهائي وفي عقوبة تأديبية. هو اولا لازم يتقفل قفلة صح. فبعد ما مضى الراجل على المخالصه لنادي الزمالك والتسويه اللي اتعملت هو ومحاميه ووكيل اعماله ومندوب الزمالك، وبعد ما اتسلمت للاتحاد الدولي، وبعد اللاعب ما خد الضمانات الكافيه بتاعه الفلوس بتاعته بالكامل، منها ال 400 الف دولار واستلمهم خلاص، و400 انا بتكلم عن مصدق، و400 الف كمان على دفعتين خلال شهر اغسطس اللي جاي. اذا قفل الملف شريف واتجه الى اتحاد طنجة. النهارده عنده جلسه مع النادي يسوي معاه ازمه اللاعب ويمنع منها التصعيد للحصول على عقوبه تاديبيه. هو ده تحرك الزمالك. وقت ما يروح عبد الحميد معالي وناديه للمحكمه الرياضيه او للفيفا هياخدوا نفس الحكم اللي خده صلاح مصدق. فالزمالك عايز يسبق بخطوه، مش عايز المساله توصل لحد عقوبه تاديبيه عشان ما تجيش تتطبق في غفله. عشان كده النهارده كل الدعم ليهم، وان شاء الله يقدروا يخلصوا كمان المشكله القائمه. طيب، حد هيسالني فجاه الفلوس ظهرت والزمالك بيدفع، طب منين الكلام ده؟ شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي منتشر جدا انه هاني بيرزي عضو مجلس الاداره دفع مليون دولار خلص منها الزمالك القضيه بتاعت صلاح مصدق، والنهارده هيكمل على جزء موجود لقضيه عبد الحميد معالي ويقفل هذا الباب بالضبه والمفتاح. كتير طلعت ناس اتكلمت شكرا هاني بيرزي، قالوا انه تبرع من الراجل للزمالك، واتقال انه الضغوط اللي عملها ممدوح عباس لما قال لهم انا مش هدفع، حضراتكم مسؤولين عن الاداره تدفعوا. قال لك الضغوط دي اللي دفعت هاني بيرزي انه يسدد المليون دولار ده لنادي الزمالك. البعض قال انه قرض، البعض قال انه هبه، البعض قال، لكن الحقيقه هي لا دي ولا دي ولا دي. هو الحقيقه انه المليون دولار هي فعلا مبلغ انعش جدا امال الزمالك في الفتره الاخيره انه يحل القيد. يعني باقي من الزمن يعني 20 يوم ولا حاجه والزمالك شغال على ملفاته كويس. يعني ان شاء الله قبل 6 لو كملت كده يقدر الزمالك يوصل لمساله فك القيد والغاء العقوبه التاديبيه. وده بفضل المليون دولار اللي دفعهم هاني بيرزي. ولكن هم طبعا كان في دخل الممدوح عباس. الراجل لما اداهم ظهره وقال لهم مالكوش عندي فلوس بداوا يتحركوا، بداوا يدوروا. فكانت البدايه مع هاني بيرزي في كل الاحوال، برغم انها مش هبه من الراجل ولا انها قرض حتى حسن من الراجل، ولكن هي قيمه حق، يعني حق الرعايه الشركه بتاعته اونيرو ومولتو. الراجل عامل رعايه لنادي الزمالك، قيمه الرعايه على المنتجين تقريبا مليون دولار سنويا. هو اللي كل اللي عمله انه سدد للزمالك المليون دولار كاش بتاعت الاعلانات. فبالتالي الزمالك بدا يتحرك. برضه موقف ايجابي يستحق عليه كلمه شكرا. ما هو في فرق بين راجل بيحس وبيشارك وبيأدي دور، وحد قاعد عامل نفسه مش من هنا. ما انا عندي مليارديرات في مجلس اداره نادي الزمالك من اول حسين لبيب ما حدش حط ايده في جيبه. يبقى اول تحرك رسمي
لانهاء الخصومات والعقوبات الماليه والموقف المالي المتازم للزمالك. اولا كان البدره الاولى من جماهير النادي اللي حلت 4 قضايا قيد عن طريق اشتراكاتها في التطبيق، تطبيق زملكاوي. ونمره 2 هو هاني بيرزي اللي سدد $1,000,000 الزمالك قادر بيستغلها بشكل كويس جدا 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 عشان يخلص العقوبات الاهم بعد انهاء العقوبات الصغيره اللي عملها جماهير الزمالك. هو كمان جاي عشان يخلص صلاح مصدق وعبد الحميد معالي ويشارك كمان في حل ازمه تاني ولا حاجه. اذا هو تحرك محمود جدا من الراجل، يشكر برضه عليه طالما انه بيمد ايده لنادي الزمالك، يبقى موقف محترم جدا جدا جدا. طيب تعال نروح لقضيه برضه من القضايا اللي عامله صداع في راس كل زملكاوي، وهي قضيه السنغالي ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي اللي قضيته من سنوات طويله، طبعا هي خطأ كارثي من المجلس الحالي انه الولد كان له $600,000 لما راح اشتكى، خد الفتره بتاعته كامله، العقد بتاعه كامل، وصلت العقوبه ل1,600,000 ولا $1,600,000. يعني رقم خزعبلي على الحاله الماديه اللي فيها نادي الزمالك. واتقال ان ابراهيم نضاي رافض تماما فكره الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك، ومصر يحصل على كامل المبلغ كاش، وهو مكمل. على فكره هو ما عندوش حكم نهائي، لسه في فترات سداد، لسه في فترات تقاضي لو قادر يكمل، وممكن شهرين 3 4 5 هياخد المبلغ بتاعه كامل. ولكن وهنا بقى الجديد في تصريحات لابراهيم نضاي، رحب جدا بالتعامل مع نادي الزمالك. الاول الراجل قال لك انا ما حدش اتكلم معايا ولا حد وصل ليا ولا حد عرض عليا اي حاجه. طيب بيتسأل يا ابراهيم يا نضاي، الزمالك لو فتح معاك خط مفاوضات، قال لك انا برحب جدا 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 وهقدم تنازلات وهقدم تسهيلات ليهم، لان انا فكرتي مش ان اعطل نادي الزمالك، لكن الفكره ان انا احصل على حقوقي والاقي التقدير الكامل من النادي. لقيته خلاص انا هتنازل عن جزء ونادي هيتنازل عن جزء وهنتقابل في ارض مشتركه. فدي بادره امل برضو انك تحل واحده من المشاكل المستعصيه. اتمنى برضو يدخل فيها شريف، على فكره في شريف صفوت الفتره اللي جايه، لانه مفاوض جيد جدا جدا وزملكاوي حمى، والحقيقه واجهه لنادي الزمالك. شريف من الناس القليله جدا اللي بقول لحضراتكم من المره الثانيه بتكلم عنه، عامل شغل جامد جدا. فاتمنى ان ابراهيم نضاي اللي بيرحب بالحل الودي نسمعه، ما تنتظرش لحد ما الراجل ياخد منك حكم نهائي ونروح نجري ندور عليه ونسافر بقى تاني نروح نشوفه بيلعب فين ونجري وراه. فابراهيم نضاي قضيه قد تكون اسهل كتير من قبل كده، وهي القضيه الاصعب. يعني لو $1,600,000 يا اخي، لو اتنازل عن جزء، لو خد جزء وعملت له الباقي على 3 4 اقساط، انت في عرض كل دولار، انت في عرض كل قضيه تتحل. ما ينفعش افضل قاعد منتظر لحد ما ياخد قرار نهائي وساعتها يقول لي انسى اسف، عايز فلوسي كامله كاش. طيب بعيد عن القضايا بتاعت نادي الزمالك حتى لو رجعنا لها، يعني النهارده مجلس الاداره اتفق مع جون ادوارد ومع المدير الفني كابتن معتمد جمال، المدير الفني الى هذه اللحظه، على عمل تجديد لعقد الاسطوره ناصر منسي. مجلس اداره الزمالك اللي كان بيفكر في ميركاتو فات وميركاتو قبله ان ناصر منسي يكون بره، سواء على سبيل البيع او الاعاره، لا النهارده الكل ايقن ان ناصر منسي واحد من العناصر الاساسيه. الزمالك داخل على دوري ابطال، محتاج منسي، محتاج الدباغ، محتاج شيكوبانزا، وده بيؤكد ان الزمالك ما عندوش نيه للتفريط في نجومه. وانا الحقيقه اللي مطمني اكتر في الملف ده ملف المحافظه على النجوم الكبار، ودايما بحذر منه، هو وجود جون ادوارد اللي اعلن التحدي لكل البني ادمين اللي موجودين بره وجوه النادي. قال لك مفيش لاعب هيطلع من نادي الزمالك الا اللي المدير الفني مش محتاجه فنيا، يعني يبقى استبعاد فني. يعني تقول لي مثلا سيف جعفر استبعاد فني، هيبعد خلاص، شوف له سواء بيع او اعاره ويخرج. لكن تيجي تقول لي بيزيرا استبعاد فني، مين مجنون يقول ان بيزيرا استبعاد فني، او شيكوبانزا استبعاد فني، او عدي الدباغ استبعاد فني، او محمد اسماعيل، او شحاته، او الاسماء اللي دايما بتتردد في كل فتره قيد، لان الزمالك موعود دايما بالزبانيه اللي بيشتغلوا بره ويقول لك العروض شغاله ولاعيبه الزمالك مطلوبه، والمقصود بيها طبعا تفريغ نادي الزمالك. جون ادوارد حسم الموضوع
وقال لك مفيش لاعب هيخرج من نادي الزمالك على مسؤوليته الشخصيه، خصوصا الدباغ وشيكو بنزا وبيزيرا والكلام ده انا كنت حذرت منه قبل كده. وبينضم لهم ناصر منسي اللي هيوقع على عقد جديد مع نادي الزمالك مدته سنتين، ينتهي طبعا، هو عقده ينتهي بنهايه موسم 2027. اذا هيقعد مع الزمالك 2028 ان شاء الله و2029، نهايه موسم 2029. اعتقد صفقه مهمه جدا، وانت ما عندكش قيد لحد دلوقتي تحافظ على اصولك الثابته. وطبعا ناصر منسي واحد من اهم الاصول الثابته اللي موجوده في نادي الزمالك، فاهلا بالتجديد لهذا اللاعب المتميز جدا مع الزمالك. طيب خليني بقى نعرج كده على النادي الاهلي واقول لحضراتكم انه في قرار شبه ثابت جوه النادي الاهلي بعدم المشاركه في بطوله السوبر. السبب الظاهري ان الاهلي عنده بطوله اتقال انها بطوله في السعوديه فيها مبالغ ماليه محترمه، فالنادي هيعتذر عن السوبر لان فلوسه غير مجديه، علما بانه المساله مش فلوس. كلنا عارفين ان النادي الاهلي بيهرب من تطبيق لائحه البطوله عليه، وانت داعي الاهلي انك تطبق عليه لائحه. تقول له 6 نقاط في انسحاب، لا. تقول له 4 مباريات وتطبق على لاعب ضرب الحكم بالقفا، لا. تقول لي لعيب سب الدين وتدي له اكتر من مباراتين، لا. تقول لي محمود وفا اللي سمينا الدوري باسمه يشتغل ويقعد في بيته عشان غلط غلطه ويكمل تحكيم، لا نجبره على الاعتزال. تقول لي بطوله السوبر اللائحه بتاعتها بتقول انه بطل الدوري يلعب مع بطل كاس الرابطه اللي هو امبارح كان النادي المصري، فالزمالك مع المصري والاهلي بالكارت الذهبي بتاعه يلعب مع بطل الكاس. ليه وليه بقى ان القرعه جابت الاهلي مع نادي بيراميدز؟ تخبط وشمال ويمين، قال لك لا، يا تعدل يا بتاع، لكن الاهلي هينسحب. عموما كان الكلام صادم من اتحاد الكوره ومن رابطه الانديه، قال لك الاهلي عايز ينسحب مع السلامه. البديل هنمشي الكارت الذهبي وهنلغي بطل الرابطه، وكاس مصر يرجع، اقصد كاس السوبر يرجع تاني بين بطل الدوري المصري وبطل كاس مصر، وشكرا، مباراة واحدة وننتهي ونفض المولد بتاع بطولة السوبر. يعني البديل مش ان انا هغير لك في اللائحة، مش البديل هقول لك لاعب انت مثلا المصري والزمالك يلعب بيراميدز، لا. البديل ان حضرتك تمشي والزمالك يلعب بيراميدز والبطل فيهم يبقى بطل ابطال كرة القدم المصرية لهذا الموسم. طيب ملف اتقفل على كده؟ هو اتقفلش قوي. النادي الاهلي بينتظر الحسم من المدرب الجديد اللي هيعلن عنه ربما اليوم، هو المغربي حسين عموته. هيتساب مساحه من الحريه لعموته تشارك في السوبر ولا لا. في مدرب هيبقى قلبه جريء ويقول لك بدايه بالنسبه لي احكم على الفريق واشوف العناصر اللي معايا، وحد تاني يخاف يقول لك لا، خليني الاول اشوف الصفقات بتاعتي وابدا معاك ميركاتو قوي ونبدا فتره اعداد وندخل بطولاتنا العاديه. فحسين عموته هيكون له راي في هذا الملف، ملف السوبر يعني ومشاركه الاهلي من عدمه. طيب بمناسبه حسين عموته، بالمناسبه حسين عموته انا اعرفه شخصيا، راجل مدرب قوي جدا جدا، السي في بتاعه قوي سواء على مستوى الانديه والمنتخبات. اتدرب في منطقه الخليج كتير، وكان اهم طبعا مسيرته كانت في الدوري القطري، واشتغل مع المنتخب الاردني، واشتغل مع منتخبات اخرى ومع انديه حتى في المغرب، واخد بطوله دوري ابطال افريقيا مع الوداد من النادي الاهلي. يعني مدرب له باع وله سي في، شهاده حق، لا مدرب من المدربين اللي يتحسبوا على اصابع اليد الواحده على المستوى العربي. مدرب له سيره ذاتيه مرعبه قويه جدا. ولكن هل في بالمناسبه بس النادي الاهلي عمل حاجه عجيبه؟ النادي الاهلي عنده، ما اعرفش، عنده حنفيات فلوس بتفتح كده فتنزل فلوس بدون حساب. يعني ما اعلمه ان عموته كان بياخد من المنتخب الاردني، وده منتخب تاهل لكاس عالم، $60,000 جاي للنادي الاهلي عشان ياخد $220,000، اي تقريبا من 12 ل 13 مليون جنيه شهري لمدرب، من 12 ل 13 في رقم فلكي. طيب ايه حكايه العقود اللي الاهلي بيعملها الفتره الاخيره؟ كل المدربين بيجي ياكلوا عيش مع النادي الاهلي. قال لك خلاص مفيش شروط جزائيه، واذا يعني اللي عرفته ان العقد بتاع عموته في شرط جزائي بيتضمن $650,000، يعني تقريبا 3 شهور. طبعا 650,000 ما هوش مبلغ قليل يعني برضه بنتكلم في 7 8 9 مليون جنيه. مسائل زي ما قلت لحضراتكم حنفيه، مين هيقفلها الله اعلم. طيب هرجع تاني واقول
انه عموته عنده مشكله كمان واحده، انه مدرب اجريسيف وعصبي جدا جدا، ردة فعله غاضبه، مدرب زي ما تقول صدامي، اللي هو مع اي مشكله هتلاقي الزربونه طلعت بتاعته، لانه راجل مغربي وصوته عالي وعنده عصبيه مع نفسه، فبياخد من ردود افعاله قرارات غاضبه سريعه. يعني النادي الاهلي لازم يعرف انه بيتعامل مع مدرب، مش مدرب هادي، مش انجليزي جاي يبتسم عشان ياخد القرشين، مش برتغالي، مش كذا وكذا، ده مدرب عربي مغربي. انا بقول ان دمه حر الراجل ده، بمجرد ما يتعرض لاختبارات صعبه، واحنا اللي بيدرب زمالك او بيدرب اهلي بيقع تحت اختبارات جماهيريه واعلاميه صعبه جدا من اول يوم. مع اول صدام ممكن تلاقي عموته عنده ردة فعل غريبه جدا جدا، ممكن علاقته باللاعبين تبقى مش احسن حاجه. خلي بالك انا مش بقول انه ده هيحصل، انا بقول لك مدرب انا يعني عرفته عن قرب، وكنت موجود في احدى الدول العربيه اللي كان بيدرب فيها، وعارف قد ايه هو تكشيرته سابقاه، وما بيحبش تدخلات، ما بيحبش اي تلميحات. فانا بقول انه النادي الاهلي جايب مدرب صدامي مع نادي وجماهير صداميه، ايه اللي هيحصل بينهم الله اعلم. قد يكون الراجل على ميعاد بقى مع تألق، ولا نجوميه اكتر، ولا انه يحقق انجازات زي ما عمل مع منتخب بلاده ومنتخب الاردن وفي منطقه الخليج يعني هو من الاخر واحد من المدربين زي ما قلت المتميزين، بس الحلو ما يكملش. بس هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. طيب هنسيب كل الكلام اللي قلناه ده بقى على جنب، ونروح لحاجة كده من الحاجات العظيمة جدا اللي حصلت الموسم ده. العظمة دي كانت ممثلة في احتفالات نادي المصري وشعب بورسعيد امبارح بالحصول على لقب كأس عاصمة مصر، أو كأس الرابطة زي ما كنا بنسميه. حاجة فرحة جنونية أنا ما توقعتهاش. يعني أنا واحد من الناس دايما المرتبطين قوي بالأندية الشعبية، وخصوصا بلد زي بورسعيد. انا احب بورسعيد جدا واحب اهل بورسعيد، وانا كنت هناك على فكره من 48 ساعه تقريبا. والحقيقه الاحتفالات والافراح اللي حصلت زي ما بقول لحضراتكم فيها شيء من الجنون، احتفالات جنونيه. سيدات بورسعيد الفضليات، شباب بورسعيد، اطفال بورسعيد، شيوخ بورسعيد، كل الناس كانت في الشارع بلا استثناء لحد صلاه الفجر، لحد الساعه 4 4 ونص، والناس بترقص وبتغني، والشماريخ بقى مش مولعه، ده مولعه سماء بورسعيد بالكامل. حاجه فرحه كانت مستمده من فرحه جماهير المصري اللي كانت في مدرجات السويس، ملعب السويس اللي كان بيحتضن النهائي مع نادي انبي، واللي انتهى امبارح 2-0 للمصري. فرحه جنونيه سواء في المدرجات او في ارضيه الملعب او في بورسعيد. ده يؤكد ان الكوره تطلع تنزل شمال يا للجماهير. مين، مع احترامي لكل الانديه، مين انبي، مين بنك اهلي، مين سيراميكا كليوباترا، مين اي فريق شركه او اي فريق لراجل اعمال في الدوري المصري جنب عظمه جماهير محافظه عريقه جدا، بلد الرجاله، بلد بورسعيد. ولا بلد زي السويس لما يبقى عندها منتخب السويس ويرجع، او اتحاد السويس ويرجع، كان عندها فريقين في الممتاز، او يرجع لي المنصوره ويرجع لي المنيا ويرجع الاولمبي ويرجع الاسماعيلي ويرجع الترسانه. انديه كانت بتشكل عصب الكوره في مصر، كان في كوره. انما النهارده دوري الشركات اللي احنا عاملينه ده متفصل لنادي سنه يشذ عن القاعده ويروح للزمالك، لان باقي السنوات الدرع في احضان النادي الاهلي. انا اتمنى انه الفرحه اللي حصلت امبارح في المدرج وعند شعب بورسعيد تترجم للاهتمام وعوده الانديه للمدرجات. شفنا امبارح مدرجات استاد السويس، يعني تقريبا كل بورسعيد في شوارع السويس، احتفالات مجنونه امتدت من السويس لحد بورسعيد. حافظوا لنا على الصوره دي، هي دي الصوره الذهنيه اللي احنا عايزينها ترجع تاني وتبقى تاني وتخلد كره القدم في مصر كره زي ما قلت للجماهير والمحافظات والانديه الجماهيريه، الانديه الشعبيه، لا الانديه الشركات، ولا لفلوس ساويرس، ولا لفلوس محمد ابو العينين، ولا لفلوس البنك الاهلي، ولا الكوره للناس، والناس موجوده في المحافظات. كرموا الاسماعيليه وادعموا الاسماعيلي، كرموا المصري وادعموه، رجعوا الاولمبي تاني اللي كان بطل دوري، اللي وصل لحد نص نهائي دوري ابطال افريقيا قبل الاهلي والزمالك ما يلعبوها ب 10 سنين ولا بسبع 8 سنين. يعني في السبعينات، نهايه السبعينات، الاولمبي وصل لحد يمكن النهائي او قبل النهائي لو الذاكره ما خانتنيش، وكذلك المحله. يعني كره القدم في الاصل
مش زمالك واهلي افريقيا، ده محله واولمبي الاول. كان لسه الزمالك بيتفرج عليهم، يمكن الاتحاد كمان شارك في بطوله منهم. فامبارح يعني الحقيقه كان الفرحه المجنونه للجماهير المصري، والبدايه الجيده للمدرب معاهم طبعا عماد النحاس. اتمنى انه يستمر والدعم يستمر من كامل ابو علي، واقسم بالله اتمنى ان ارى المصري الموسم اللي جاي واللي بعده على منصه التتويج بالدوري. امبارح كانت فرحه دوري مش فرحه كاس رابطه. المصري امبارح الفرحه المجنونه اضافت قيمه كبيره لكاس الرابطه مش العكس. يعني دايما يقول لك اتشرف بالحصول على لقب، لا ده اللقب امبارح اتشرف بحصول المصري عليه، والمشهد اللي شفناه الاحتفالي الرائع في كل مكان من عند السويس زي ما قلت لحد بورسعيد. مشهد اتمنى يعم ويرجع تاني يسيطر على الكوره في مصر. بشكر حضراتكم، دايما نلتقي على خير.